أهلا ومرحبا بكم إلى أبرز الأخبار الرياضية من صحيفة الكأس الرياضية. وصل النجم الإيطالي ماركو فيراتي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تمهيدا لانضمامه إلى نادي العرب القطري. وسيوقع فيراتي عقدا مع العرب القطري لمدة 3 مواسم بصفقة تقارب 50 مليون دولار. أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة الاثنين قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024، ويلعب الأهلي أمام المصري في الجولة الأولى من الدوري المصري، في حين يلاقي الزمالك منافسه بيراميدز. يحل منتخب الجزائر ضيفا ثقيلا على السنغال مساء اليوم بالعاصمة دكار، وذلك في لقاء ودي ضمن الاستعدادات الدولية للفريقين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية كودوفار 2024 والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. يخوض المنتخب السعودي ثاني اختبار تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني، وذلك عندما يواجه كوريا الجنوبية بقيادة مدربها الألماني يورغان كلينزمان مساء اليوم على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية. تأهل المنتخب البرتغالي إلى يورو 2024 بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب لوكسمبورغ ب9 أهداف دون رد أمس الاثنين في تصفيات أوروبا. أخيرا تغلب المنتخب الكرواتي بهدف دون مقابل على منتخب أرمينيا، وذلك لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024. إلى هنا نأتي إلى نهاية أخبار الرياضة. دمتم بعز، إلى اللقاء.